السلام عليكم خويا حموده، كي داير؟ هانيه كلشي مزيان؟ الصحيحه كلشي على ما يرام؟ الوليدات الله يخلي لك، كنتمنى من الله تكون بخير وعلى خير. بغيت نقول لك اخويا الله يجازيك بخير والله يرحم لك الوالدين والله يخلي لك وليداتك. هذاك الدواء اللي عطيتنا الحمد لله راه جاب نتيجه، وانا نصيفط لك التحاليل تشوف الله يخلي لك ما عزيز عليك والله يخلي لك صحتك. الحمد لله انت قلتي لي تبع داك الدواء 3 شهور شهرين 3 شهور. الحمد لله انا راه غير الشهر هذا والحمد لله جاب الله نتيجه. البارح درت تحليل لقيتها نيجاتيف الحمد لله. شكرا بزاف الله يخلي لك صحتك والله يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله تعالى. السلام عليكم خويا حموده، كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير؟ صحه لاباس؟ بغيت غير نقول لك المشكل اللي كان عندي هو انني كنتعصب على ابسط الحوايج. اي حاجه بسيطه ممكن نتعصب عليها وكثرت ما بقيت كنتعصب ولات كتجيني نوبه عصبيه بعض المرات ما كنعقلش على راسي. والحمد لله ملي جربت المنتوج ديالك ديال تهدئه الاعصاب الحمد لله لقيت فيه الشفاء. بعدا وليت كنشربو، واخا الطرا اللي بغات الطرا قدامي ما بقيتش كنتسوق الصراحه. راه كيف تتبان في التحليل اخويا حمود راه كانت بوزيتيف 2.70 ونقصت وعاود درت التحليل لقيت 1.93. الحمد لله درتها البارح لقيت مع اليوم كان عندي قالوا نجيبو مع الطبيب لقيت 0.15 لقيتها نيجاتيف الحمد لله حمدنا الله وشكرنا. الله يخلي لك ويعز عليك. الحمد لله دابا حنا فين ما كان شي واحد سمعنا عنده المشكل تاع الجرثومة المعدة راه غتواصل معاك ديريكت الله يرحم لك الوالدين. السلام عليكم خويا حموده، بخير؟ هاني صحه مزيان، امور كلشي بخير. كشكرك اخويا، هاد الروايب اللي عطيتيني صيفطتي مؤخرا روايب زوينه نقيه، فهمتي؟ يعني كتحس براسك راك كتاكل في العشوب. شكرا اخويا، الله يحفظك. السلام عليكم خويا حموده، بخير؟ لاباس عليك؟ هاني مبروك واشتك اخويا، انت باش ما تمنيتي والله يسهل لك الامور اخويا. والله يرحم الوالدين على داك على داك المنتوج وعلى العمل ديالك اخويا، صراحه الله شكرا بزاف. وصراحه الله اول مره صراحه الله شي واحد اللي كيكون كيخدم بالسر، صراحه الله والله ديما كنكومونطي لك في اليوتيوب، كنقول لك شي منتوج ديالك كندير خلي تعليق ديالي. ياك انت بخير؟ الله يحفظك اخويا. دير اخويا حموده بخير، الله يطول فيك الخير والربح، كلشي بخير. لا بخير، تيبان ليا بنادم بدا تيتحسن شويه. بخير الله يحفظك، الله يجازيك بخير، الله يطول فيك الخير، الله يسهل عليك اخويا. يعني كليت فيها تقريبا واحد 4 ايام ولا 5 ايام حسيت بالفرق. ان شاء الله ملي غادي سميتو راه غنصيفط ليا تاني شي نص كيلو تكون بحالها. فهمتي؟ الله يحفظك، شكرا.